الجو ده مش محتاج غير الأكلة دي، تنزل في القلب على طول. يلا نسمي بسم الله. أنا عندي ليا وحمرت بصل ونزلت عليها بالطماطم، أحط لها معلقة من السكر صغيرة واسيبهم يتقدموا تقليبة واحدة بس، واسيبهم يسبكوا كويس. نزلت بالخضرة، بابريكا بقى وفلفل اسود وكمون وكزبرة وملح وشطة، واللي مش حاببها يستبعدها. بس انا كده طفيت خلاص، مش هشغل النار طالما حطيت الخضرة. انزل بقى بالرز مغسول عندي على التسبيكة دي واركنهم بقى على جنب. عندي الكرنباية طبعا، هنعمل محشي كرنب. بصي بقى، انا هعمل الكرنب ده معاكي. لو عندك 10 كرنبات هتعمليهم في 10 دقايق بالظبط، تحفة. المهم بعد وانتي بتسلقي الورق، هما 10 عدات وهمي في المية السخنة وطلعيه على طول، مش عايزينه يتهري منك. خليه يبقى ايه، حلو كده متماسك معاكي. هنرص 3 ورقات 3 ورقات فوق بعض، والعروق دي انا مش هرميها، وهقطع على حسب حجم الصباع اللي انا عايزاه. احنا رصينا 3 ورقات 3 ورقات ونقص. سهلة وسريعة، ولو عندك 10 كرنبات هتعمليهم في ثواني وتطلع معاكي مرصوصة. لو حابة تخزني كمان هيتخزن معاكي. بصي مرصوص حجم الصباع اللي انا عايزاه. انا عايزه اقول لكم الكرنبات دي مخدتش مني دقيقه وانا واقفه كده، عملتها في ثواني. بس كده خلاص انا خلصتها كلها. عندي العروق بقى دي انا مش برميها، انا بقطع منها واحطها في الحله من تحت، والباقي لو عندي لفت بحطه في اللفت ويتخلل، بيبقى تحفه يا بنات. بس كده خلصت الحله بتاعتي كلها. بص بقى، انا عايزه اقول ايه تركايه كده للبنات الصغننه اللي زي بنتي اللي بيلفوا المحشي. ما تقفريش في الرز اللي بتحطيه، ولفي يعني اتني صباعك كده وانت بتلفي، خليكي صباع متماسك واقفلي الحروف عشان الرز ما يطلعش وهو بيستوي منك. بصوا اهو مره تانية، ما نقفرش بس في الرز عشان ما يطلعش ويبقى مبعتر ويبقى الشكل مش حلو بصراحه يعني. ونقفل كده من الجناب بايديك، ما تطلعيش الرز على الحرف عشان لما يستوي هو هينطر، ما يبقاش ايه شكله وحش وهو الواحد قاعد بياكل يعني. عندي بقى الشوربه سخنه ومتملحه وفيها البهارات بتاعتها، هضيفها واحط من الجنب كده وبدق الحله مرتين 3. ومش عايزه اول صف ده يكون عليه شوربه، الشوربه لغايه ايه قبل الصف الاخير ده. ودي بقى احلى نزله محشي بقى، اللي بتنزل تزغرط كده وهي نازله في المعده. وهو الجو ده مش عايزه حبه محشي كده سخنين لزوم الدفء. ما تنسيش لو الفيديو عجبك اعملي لايك وشير. سلام.